في إطار مكافحة الجريمة وتنفيذا لتعليمات القيادة الرامية لمجابهة ظاهرة الوخز بالإبر المنتشرة عبر محيط الابتدائيات، وبعد اتخاذ إجراءات احترازية بوضع تشكيلات أمنية لحماية محيط الابتدائيات، وردت معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطاورة مفادها وجود امرأة مشبوهة تتجول بمحيط ابتدائية العجيلية جلاب بقرية بومعرف السبتي بلدية طاورة ولاية سوغراس، تقوم بترصد الأطفال بطريقة مشبوهة. مباشرة تم توجيه دورية لأفراد الفرقة إلى عين المكان، وفور وصولهم ومشاهدة المرأة لهم حاولت مغادرة المكان بركوبها لسيارة أجرة أين تم توقيفها، ويتعلق الأمر بالمسمات بازين البالغة من العمر 48 سنة. وبعد تفتيش حقيبتها اليدوية عثر بداخلها على دبوس حديدي صغير الحجم، وكذا على شوكتين لحيوان الضربان، وريشة لطائر مجهول، وطلسم، ومبلغ مالي من مختلف الفئات يتم تحويلها لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق معها في نفس المنوال. ومواصلة للتحقيق تم تكثيف التحريات حول محيط المشتبه فيها وعلاقاتها ليتبين وجود شخص آخر والمسمى باميم البالغ من العمر 75 سنة يقطن بنفس بلدية إقامتها يمارس طقوس الشعوذة. وبعد استصدار إذن بتفتيش منزل ولواحقه عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة طاورة، تم التنقل إلى مسكن المعني وتفتيشه، حيث عثر على حقيبة صغيرة الحجم سوداء اللون بها 67 طلسم، كتب وبعض أجزاء من كتب أخرى تستعمل في كتابة الطلاسم، أدوات عبارة عن مداد مصنوع من مادة الزعفران والصوف، وأقلام مصنوعة من خشب القصب تستعمل في كتابة الطلاسم، 114 قصاصة من مختلف الأوراق بها أسماء وأرقام هواتف لأشخاص، قطعة قماش بنفسجية اللون وخيط أبيض اللون بطول حوالي 50 سنتيمتر. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاورة، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الطاورة من أجل نشر وترويج الرعب بأي وسيلة كانت بين الجمهور من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وكذا ممارسة طقوس الشعوذة. تبقى مؤسسة الدرك الوطني في خدمة المواطنين وتضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي طارئ.